لكن في شغله المطلوبه منكم هلا، هالبطاقه راح تخولك تتحرك في كل سوريا، كل سوريا لإلكم وإلنا، والقرداحه لإلكم وإلنا. ونحن ما جينا لناخذ نشيل اهل القرداحه ونحط محل الناس ثانيين. نحن وانتم راح نبني نعيد بناء سوريا الجديد. فبتمنى من الجميع واللي ما موجود وصلوا له، ورساله للكل: الالتزام بتعليمات قيادتنا الجديدة. أول عمرك وعمره، لأنه كل شيء عم تصدر تعليمات لمصلحة الجميع والتساوي بين الجميع. ما في فرق بين هذا ابن حلب وهذا ابن إدلب، ونحن ما تربينا بأخلاقنا بموضوع الطائفية، يعني نخجل نذكرها. فنحن راح نتجنب ذكر حتى كلمة الطائفية. كلياتنا أولاد هالبلد وكلياتنا من سوريا. القيادة اللي هلا استلمت القياده الجديده راح تبني، وكلنا راح نوقف معها. والقياده المجرمه وانتم شفتوا اللي كانت موجوده وحاكمه ومتسلطه، اللي لاحظناه خلال الايام القليله من خلال لقائنا مع اهالي مدينه القرداحه بالذات، اعلمنا انه هن كانوا مضطهدين من قبل هالعصابه المجرمه اللي كانت حاكمه. الله يلعن. فانتم ونحن في خندق واحد، لأنه نفس الحالة والظلم اللي واقع علينا لاحظناه واقع عليكم. فبنتمنى من الجميع الالتزام، وخصصنا بهالكام يوم هون انه اول يوم وثاني يوم لتسليم السلاح، وثالث يوم ولا زال بنقول اللي عنده سلاح، والسلاح كثير، اللي عنده سلاح ومخبيه ما في ضرورة يخبيه، لأنه إذا خباه معناتها في غاية من وراء هالأمر هذا، وراح ينكشف. وهذا ما راح نتعامل معه تعامل وطني أخوي. انتبهوها، راح تتغير المعاملة. ونحن اللي هلا بعتوا وين لهون، نحن شرطة وزارة الداخلية، ما بعتوا الجهة الثانية لحتى تكون في عندكم أريحية بالأمر. فنحن عم نتعامل تعامل مدني. نتمنى من الجميع هالرسالة وصلوها. كل شخص ما بده يسلم سلاحه فمعناته هو لا يزال ينوي الالتحاق بالعصابة وفلولة. ما راح نقول لحدا كل الموجودين هو من الفلول، ولكن إذا ما سلم سلاحه أو لا يزال مختبئ ولاحق العصابة المجرمة، سنلاحقه بإذن الله. وعنا رجال سيتمكنون منه بإذن الله أينما كان بإذن الله. ولن يكون الوضع كما تلاحظونه الآن. الآن نحن أخوة، بلدكم وبلدنا واحد، أخوة سوريون. الحمد لله. نحن في هذا البلدة بهذه المدينة أخوة سوريون في هذا البلد. فبتمنى من الجميع هالرسالة توصل. الله يبارك. واللي متخبي في الجبل راح يتلاحق. والله عنا رجال متعطشون للتمكن منهم. بإذن الله. والله يعطيكم العافية. واحد الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد. الله يوفقك. بس في شغله، شيلوا نازع الخوف من عندكم. والله انا اللي لاحظته هلا، بس اذا سمحت، انا اللي لاحظته هلا لسه في عندكم نازع خوف. اتحرروا يا شباب، بس شفتوا طعم الحريه نفسيا راح ترتاحوا. طلعوا بس اخركم. نحن عندنا قياده سياسيه وعسكريه موجوده في دمشق، ما من نتعامل معن معامله الرئيس والمرؤوس، معامله الاخوه. انتبهوا، نحن معاملة الأخوة هيك تربينا وهيك تعلمنا. فأنتوا تحرروا وراح تشوفوا طعم الحرية بالنفس وللتطمين. ما حدا راح يروح حقه سيدا. انتوا حتى كنتوا على رأس عملكم في الجيش أو في الشرطة، راح تاخذوا حقوقكم كاملة، لا ينقص حق شخص. أما من لا يرضى
ولا يأتي ليسلم يسوي تسوية لنفسه ويسلم سلاحه، فهذا ما له مكان ولا وجود إلا السجن، إلا السجن والملاحقة. فالكلام واضح. كلنا معكم ورح منكم من نفس أهل البلدة، رح من أهل المدينة، يعني نحن ما بنقول عليها بلدة لأنه مدينة، وكرام لأهل اللي التزموا مع هالقيادة. قولنا عمره. آمين. راح منكم تديروا البلد وتحكموها ان شاء الله يا رب. وجودك ان شاء الله بوجودنا جميعا نحن وانتم، وان شاء الله هالامر هذا رسالة توصل، وخاصة للمستعصين اللي مفكرين حالهم مستعصين. بإذن الله سنلاحقهم وسنضربهم وسنقتلهم في كل مكان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتوزيع الدور اخونا كلياتكم رضيانين فيه، بيوزع لكم الدور لحالكم نظموه. خلينا من هون من هاللحظة نبدأ بانه انتم تسيروا امور البلد. هي اول انطلاقه انه انتم نظموا دور، نحن ما نتدخل. وكل مين على دوره، وكل مين ياخذ حقه، ولا تتزاحموا، لانه بالامر بالنتيجه كل واحد لا يقدم قدام الثاني. انا بدي اخذ دور الثاني. تعلموا الاخويه في التعامل، وتعلموا الجميع متساويين وسواسيه. طوال نحن هلا دوامنا مبدئيا من الساعه 8 9 8 ونص 9 للساعة 3. لا عم بس دقيقة جاي من سكر لأنه في البرنامج فيه له عمل ثاني. ولكن استمرار التسوية ما دام في ناس رغبانة تجي تراجع تسوي تسوية.